احنا قلنا قبل كده في مضادات حيوية قاتلة للبكتيريا وفي مضادات حيوية مثبطة لنشاط البكتيريا. عندك مثلا التيلوزين او الاريثرو يفضل انك تستخدمهم فترة زمنية طويلة، لكن الكوليستين، الاموكسي، الامبيسيلين، الحاجات اللي هي قاتلة للبكتيريا، النوع ده لازم ان انت تشتغل بتركيز كويس عالي ولكن فترة زمنية قصيرة. ندخل بسرعة على المعلومة التانية، الكوليستين امتصاصه بسيط او ضعيف من الامعاء، والمعلومة دي يا شباب هتفيدنا ان انت تبقى مطمئن وانت بتحط جرعة الكوليستين، ما تخافش حتى لو زادت 10 اضعاف، ما هياش خطر لانه امتصاصه لا يزيد عن 5% من الامعاء. وبالتالي لو الجرعة ربع او نص جرام على اللتر وجيت انت خليتها لحد 5 جرام على اللتر، في الحالة دي مفيش اي خطورة الا اذا كانت كلية الفراخ فيها مشاكل، فيعني يفضل ان انت ما تزودش الجرعة قوي، كفاية قوي لحد 2 جرام على اللتر. لكن الخطورة كلها